مش كل حد بيحب الناس تبقى حواليه بيحب الدوشة. في فرق كبير ما بين الاتنين. في شخصية جوانا بتحب الحياة تبقى حواليها، بتحب تشوف الناس، تسمع أصوات الضحكة والفرحة. الشخص الاجتماعي مش بيدور على زحمة، هو بيدور على كوميونتي يشبهه، مكان يخليه يحس إن هو موجود. والنوع ده من الناس بيتعب جدا من الأماكن الهادية زيادة عن اللزوم. ولو اتكلمنا بوضوح، الشخص الاجتماعي بيلاقي نفسه أكتر في أماكن زي زيت بارك، أركان، أمريكانا بلازا، أماكن فيها حركة وناس. لأن الشخص الاجتماعي يستمد طاقته من البشر، من الحركة، من الضحكة اللي جاية من بعيد، من الكافيه اللي عمره ما بيفضى، من البارك الكبيرة اللي فيها 1000 قصة في نفس اللحظة. ومشاريع غرب القاهرة من أوائل المشاريع اللي زرعت ده، الحركة، الثقافة، الهوية والتواصل الإنساني. لو عايز تعرف أكتر عن منطقة غرب القاهرة وتعرف إزاي إنها المكان الأنسب ليك، تابعني.